جديد، وعندنا حلف ناتو جديد أيضا. وما أعتقد أنه حدا تحدث عن تفكيك حلف الناتو غيري أنا، وقبل سنتين أيضا ووضحت الأمور الهامة للغاية، ورجعت عدت هذا الموضوع مرة أخرى. فتصريحها كان فيدان واضح جدا. شو بيقول؟ قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستنضم إلى ميثاق الأمن الأوروبي. يعني هناك ميثاق للأمن الأوروبي سيتشكل ما بعد حلف شمال الأطلسي الناتو. وتحدثت لكم أيضا أنه كيف سيكون شكله، وأنه حلف الناتو بالأساس راح يتفكك حلف الناتو، لأنه الحلف الآن بدأ يتغير. تذكروا حلقة اللي حكيت لكم فيها عن المنظمات الدولية، عن عصبة الأمم المتحدة وبداية تشكلها بعد عام 2016، وتم تعطيل أغلب المنظمات الدولية اللي كانت موجودة آنذاك، وتحولت بعد الحرب العالمية الثانية المنظمات إلى هيئة الأمم المتحدة، وانبثقت عنها كل المنظمات الأخرى. الآن نحن نعيش في مرحلة ماذا؟ في مرحلة تعطيل جميع المنظمات الموجودة تقريبا. منظمة الأمم المتحدة معطلة، محكمة العدل الدولية معطلة، جميع الجمعيات التابعة للأمم المتحدة معطلة. طيب تتذكروا قبل كم يوم حكيت لكم بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بطرد الأمم المتحدة من أمريكا، وراح